عارفاكم أكيد بهدلتوا الدنيا في العيد بقى صبغة واستشوار ومكوة والذي منه وحاجات كتير كده، فأنا هاقول لِك إزاي تخلّي شعرِك كإنِّك عاملاه بيبي وتعالجي كل اللي أنتِ عملتيه الفترة اللي فاتت. الطبق ده فيه كل المكونات اللي شعرِك هيحتاجها، بروتين طبيعي. المكونات عبارة معلقة بُن، معلقة نشا، علبة زبادي، بيضاية، معلقة مايونيز، وكمان زيت جوز الهند، أي نوع زيت جوز هند أنتِ عايزاه. أنا حطيت البيضاية، حطيت علبة الزبادي، خدت معلقة واحدة من المايونيز، مش عايزة أكتر من كده، يبقى بيضاية كاملة، علبة زبادي، وهتحطي كمان معلقة النشا، وبعد كده هاحط معلقة البُن، وهنحط إحنا حطينا المايونيز خلاص، هنحط كمان زيت جوز الهند. أنا حطيت هنا حوالي 3 معالق كبار، دول حوالي 3 معالق. أهم حاجة بقى في الوصفة دي إن أنتِ تقلّبي كلّه مع بعضه كويس جدًا، هتفضلي تقلّبيه كويس، يعني كل ما تحطي مكون حاولي إن أنتِ تقلّبيه عشان خاطر كل المكونات كده تمتزج مع بعضها. وبعد كده حطيت معلقة عسل كبيرة، دي آخر حاجة حطيتها خالص. يبقى أنا حطيت بيضاية، حطيت علبة زبادي، معلقة نشا، معلقة بُن، معلقة مايونيز، وحطيت زيت جوز الهند. قلِّب، قلِّب كلّه يا معلِّم مع بعضه وحطّيه على شعرِك. أهم حاجة شعرِك تكوني مقسّماه 4/4 وتبدئي إن أنتِ توزّعيه، مش عايزة يكون على شعرِك أي زيوت، أي زيوت على شعرِك مش عايزة، شعراية يكون نضيفة. هتبدئي إن أنتِ توزّعيه، هتشبّعي الشعراية بيه. بس أهم حاجة بُصّوا أنا باقلِّب فيه بقى لي قد إيه، حبّة حلوين. هتبدئي إن أنتِ تقلّبيه كويس جدًا لغاية ما يبقى معاكِ بالشكل ده، يعني كلّهم ممتزجين مع بعضهم كده، وده شكل الوصفة بتاعتنا وده السُمك بتاعها، ده اللي أنا عايزاه. هتجيبي بقى فرشة اللي هي فرشة أسنان عندِك قديمة، الفرشة بتاعة توزيع الصبغة، مش عندِك كل ده بإيديكِ. هتقسّمي الشعر 4/4 وتبدئي إن أنتِ توزّعيه على شعرِك كويس جدًا، بينعّم شعرِك. كمان بيدّي لِك لمعة فظيعة في الشعر. زيت جوز الهند يا بنات أنا مش قادرة أقول لكم على جماله. كل المكونات اللي هي في الوصفة دي بُصّي هتخلّي شعرِك حرير. لو أنتِ شعرِك مقصّف، شعرِك متكسّر، شعرِك اتدمّر من الصبغة، اعملي الوصفة دي. هتسيبيها قد إيه على شعرِك؟ هتسيبيها ساعتين. حاجة مهمة أوي، أنا حطيته ولفّيت stretch شايفين طبعًا نأسف على المنظر ده، بس لازم أورّيكِ. أنا عن نفسي الوصفة دي عملتها ليّا، برغم إن أنا لا عملت صبغة ولا عملت أي حاجة، بس أنا لازم باعمل وصفة لشعري كده عشان الرطوبة بتبقى عالية في الصيف والشعر بيبدأ يقصّف، وكمان يبقى في لمعة كده حلوة تفضلي إن أنتِ محافظة على شعرِك. أنا بعد كده زي ما أنتم شايفين وزّعت كويس، شبّعي الشعراية بيها، تبعدي عن فروة الراس. هتحطيها على شعرِك وتبدئي إن أنتِ زي ما قُلت لِك تقسّميه 4/4 وتوزّعيه كويس. بعد كده هتلبسي اللي عارفين الإسترتش ده، يا إما كيس بلاستيك، يا إما بونيه لو أنتِ عندِك، بس الإسترتش ده عندي فأنا لفّيت شعري بيه كده ولا الكيكاية وبعد كده رُحت سِبته ساعتين على شعري، وحطيت أي بندانة عندي من فوقيه وسِبته بقى حبّة كتير. بعد كده غسلت شعري بمَيّة فاترة. الشعر يا بنات ما بيتغسلش غير مرتين في الأسبوع فقط لا غير، والمَيّة ما تكونش سخنة، المَيّة تكون فاترة. ده الأصح لشعرِك، عشان تفضلي محافظة عليه وما يبقاش فيه تقصُّف ولا شعرِك يتكسّر. المَيّة السخنة جامد بتأثّر على الشعر وبتأذيه، فبلاش منها إن أنتِ تغسلي شعرِك بمَيّة فاترة. مش هتحسّي بأي ريحة خالص. طبعًا شايفين الطبق فضي، أنا كان ناقص إن أنا آكله. ما فيش ريحة خالص في الوصفة، وشعرِك مش هيبقى فيه ريحة. معلقة البُن هنا كمان بتخلّي ما فيش ريحة للبيض. وزيت جوز الهند أنا مش قادرة أقول لكم على جماله. طبعًا أنا قُلت لكم عنه قبل كده، أنا باستخدمه لشعري، باعمل بيه حمام زيت، وباستخدمه في وصفات كتير، وباستخدمه لترطيب لجسمي، وساعات باستخدمه في الshaving. فبُصّوا زيت جوز الهند ده لازم يكون عندِك. أنا باحب اللي هو العلبة الصفيح النرجلي ده، مش قادرة أقول لكم على جماله، وسعره حلو وبتقعد معايا كتير، هي نُص كيلو فبتقعد معايا كتير أوي في وصفات كتير. أنا سايبة الوصفة أهو، كنت باصور لكم الفيديو، ده الشكل الماسك وده القوام اللي أنا عايزاه. شايفين شكله عامل إزاي؟ زي ما قُلت لِك هتسيبيه ساعتين على شعرِك، بعد كده تغسليه. لو في حد عنده أي سؤال اكتبي لي في الكومنتات وهارُد عليكِ. اعمليه والحقي شعرِك بقى من اللي أنتِ عملتيه في العيد.